وانحاز شعبنا العظيم. فرغبتي الأولى ورغبة الناس أجلوا أجلوا أجلوا. الدنيا ما طارتش. الناس كمان كورونا يا جماعة، كورونا موقفة الدنيا. كورونا الناس قاعدة في البيوت. ده النهارده وزير السياحة والنائب محمد أبو العينين، الوزير خالد عناني والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والوزير محمد منار كانوا في الأقصر النهارده. شافوا الناس بتكح تراب، لازم اقولها لك كده، بتكح تراب. ما عندوش حد. وزير السياحه اللي راح النهارده ووكيل مجلس النواب وزير الطيران بيتكلموا عن الناس. محدش بيروح، محدش بيشتري. بازارات مقفوله. محدش بيدخل حتى يشتري ب3 صاغ. الدنيا مضروبه، لازم نبقى عارفين كده. الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والجيزة واسكندرية كله كده. عندي كام مليون النهارده؟ يعني كورونا ما مضيعة العالم كله. ده احنا بنحمد ربنا ان احنا بنعدي. طيب واحنا بنحمد ربنا بنعدي، يبقى اجي اضغط على الناس تاني؟ ما اقول له صبرك. المواطن بالمناسبة تعظيم سلام للمواطن. تحمل قرارات الدولة في 2016 3 نوفمبر. هو مين اللي وقف مع الدولة؟ هو المواطن. النهارده اللي انا بقول له ادفع 2.5%. طب هيعمل ايه وهو معهوش 2.5%؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه النهارده وانا بايع بيتي يا سيدي؟ طب انا سايب بيتي لابني، تحاسبه عليه، تاخد 2.5% منه. في ناس والله اتغربت، قسما بالله اتغربوا وسابوا مصر سنوات طويلة عشان يعمل لنفسه بيت كويس. اجي اقول له النهارده ارفع له عصايه، هتبيع بيت؟ ده انا اتغربت. ده انا ما كنتش بنام عشان اكون قرشين اجيب بيهم بيت لاولادي. تيجي لما انا عايز افكر ابيعه تقول لي هات لي 2.5% وهات 1% واعمل كذا. ليه؟ الرحمه 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 الرحمه، اللطف، الطبطبه. لا يمكن تاني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا اتحدث بلسان الرئيس، ولكن الرئيس دائما ينحاز للناس، دائما ينحاز للمواطن، مش عايز حد يبقى متضايق. طبعا انت عندك بعض الناس يقول لك ايه يا سيدي، طب احنا هنجيب دخل البلد الضرايب منين؟ ما هي دي اللي بتصرف. ايوه بتصرف، ما انا بقولش ما بتصرفش، لكن تاني ما المواطن النهارده يقول لك يعني لما جيتوا تعملوا لنا مشروعات وتعملوا لنا حاجات كويسه، يعني احنا كنا شغالين بقالنا شهر المشروع القومي للقرى. تاني المشروع القومي للقرى رقم 1 وكلنا شغالين عليه، وحياة كريمة رقم 1. يجي داخل لي بده يضيع حاجات كتيرة بتتعمل. يا جماعة حسوا بالناس، حسوا وقعدوا مع الناس وانزلوا اعرفوا الناس بتقول ايه. مش هكذب عليكم، ما انتوا عارفين. ادوا الناس نفس، نفسوا، قولوا لهم خلاص صوتكم وصلنا، هنظبط الدنيا ونهدي الناس. ما ينفعش انا اقعد في كل حته، ما في حته تقعد فيها الا والناس جايه لك تتكلم معاك. وبالمناسبه بيحبوا البلد اكتر مننا كلنا، يعني مش اعدائنا، لا 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 خالص. وهذا الموضوع اللي عنده ساكن مش عارف عنده ايه، واللي عنده حته بيت قد كده، فالموضوع ضرب في الكل. فخوفي على بلدي بقوا طالب مرة واثنين وعشرة، وافضل اتكلم في الموضوع ده. هذا الموضوع لازم ناخد القرارات التي ترضي المواطن. 3 نوفمبر سيادة الرئيس لما قال هناخد قرارات 3 نوفمبر 16، ماذا فعل الشعب المصري؟ تعب شوية، شويتين 3، وفي الاخر تحمل. مش كده؟ تحمل. سيادة الرئيس ما في مناسبة الا يطلع يشكر الشعب المصري انه تحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي هي انقذت مصر في كورونا. طب الراجل يتحمل ده، وبعدين اقول له انا زودت كذا يتحمل، زودت كذا بيتحمل، هعمل تصالح بيتحمل. فنهدى شويه، نهدى والله بتكلم جد.